تكونوا بخير. شكرا لرسائل القمر اللي بتجيلنا على الصفحة ودعمكم المستمر لينا. ونرجع تاني للسؤال اللي بتسأله مليون مرة في اليوم، هو ازاي ابتدي تأسيس؟ ازاي انا حد لسه متخرج او حد متخرج من زمان وعايز اشتغل تأسيس مع الاطفال او عايز اشتغل دروس مع الاطفال، اعمل ايه؟ زي ما انا قلت قبل كده، طالما هتشتغل في مرحلة التأسيس او مرحلة الصغيرين، لازم تكون على دراية تامة بمنهجين، جولي فونكس والاكسفورد فونكس. دول اهم منهجين فونكس موجودين على الساحة حاليا، تمام؟ لازم تكون على دراية بيهم. طيب تاني حاجة هتعمل ايه؟ هتجيب الملخصات التعليمية الخاصة بالجريد اللي انت هتشتغل عليها. زي مثلا هشتغل من اولى لحد تالتة، من اولى لحد ستة، هجيب كل الملخصات التعليمية دي. طيب يا مس ملخصات تعليمية زي ايه؟ طبعا ما ينفعش ارشح حاجة معينة لان دي هتبقى دعاية، ولكن في ملخصات موجودة حلوة قوي على الساحة. تروح اي مكتبة وتشوف الملخصات دي، قلب فيها وشوف اللي انت تحبه او اللي انت ترشحه وهتشتريه، تمام؟ هتشتري مثلا من اولى لستة. خلاص بعد كده تجيب كشكول محترم زي الكشكول ده، تبتدي بقى تكتب نوتس والملاحظات عن الدرس الاول والدرس الثاني وهكذا للست مراحل اللي انت تشتغل عليهم، او ايا كان مثلا من اولى لثالثه، ايا كان يعني المراحل اللي انت تشتغل عليها، تمام؟ انا دلوقتي بحاول اعمل ليست بلان او بعمل زي تنظيم كده للدرس اللي انا هشتغل عليه. طيب في حته مثلا انا مش عارفها، هفتح يوتيوب، هفتح جوجل، هشوف شرح الحته دي ازاي. هشوف ناس كتير قوي بتشرح على اليوتيوب فور فري، وناس جدا مشاهير بيشرحوا جرامر. هتشوف الحاجات دي وتبتدي ان انت برضو تكتبها في كشكول، كل حاجه تكتبها وتدونها في كشكول، تمام؟ هتبدأ بجارك، ببنت عمك، بابن عمك، وهكذا. ده هيجيب ده هيجيب ده هيجيب ده. هتحس ان الدنيا معاك بتبقى كويسة، وكله برضو بيعتمد عليك انت. هل انت حد مؤهل وكويس ان انت تشتغل، ولا زيك زي اي حد؟ اهم حاجة في الموضوع البرونسيشن يا جماعة. برونسيشن في مرحلة الكيجيهات ومرحلة الصغيرين مهمة جدا، لان حضرتك اللي بتبني الاساس اللي بيبني عليه مدرس الاعدادي والثانوي وهكذا. اذا انت بنيت غلط فالباقي كله هيبني وراك، تمام؟ يبقى دي الحاجات الاساسيه اللي انت مفروض تعملها، تمام؟ تاني حاجه اللي انت هتستخدم برضو وسائل تعليميه، حاجات زي كده، وسائل تعليميه، فلاش كوردز، حاجات بتشتريها او حاجات بتعملها بسهوله زي ما احنا بنعملها في الكورس. طبعا احنا الكورس اللي احنا شغالين عليه اللي هو الاكسفورد والجولي فونكس ده شغال لي 7 سنين اونلاين، اللي هو هاو تو بي ا بروفيشنال تيتشر، ازاي تكون مدرس محترف. طبعا بنشتغل كل الحاجات دي، بس انا بقول لك انت ممكن تعمل حاجات ورقه. ورقه دي حتى ممكن تجيب ورقه من كشكول او ورق لوحات، وتكتب عليه الحاجات اللي انت عايزها، وتحط عليه سوليتيب اللي هو اللزق ده، بحيث ان هي ما تتقطعش لما الطفل يستخدمها كتير، تمام؟ سهل جدا تستخدم وسائل تعليميه. عندك موقع اسمه بنترست تحفه جدا، عليه كل الوسائل التعليميه اللي ممكن تستخدمها من البيت وتسهل عليك الموضوع. اهم حاجه ان انت يكون عندك نيه خالصه لله ان انت بتعمل ده كزكاة العلم تبليغه، ان انت بتأدي رساله، وقتها بجد كل حاجه هتتيسر لك ان شاء الله. وطول ما ربنا معاك ما تخافش من اي حاجه وما تخافش من اي حد، وما تسمعش الكلام المحبطين اللي حواليك. خليك دايما كده مع ربنا، وخليك دايما مميز في مجالك، وخليك دايما تتعلم على طول، تتعلم على طول. كل يوم اسمع ربع ساعة 10 دقايق من على اليوتيوب. عندك قناة اسمها تلقين السمعي، حلوة قوي ان انت بتكتب حاجة بقى انجلش وبتسمعها، مثلا فيلم، اغنية، كرتون، اي حاجة. كل يوم جملتين، 3 4 5، حتى لو كل يوم جملتين، والله في خلال فترة قليلة هيكون معاك جمل كتير جدا، هيكون عندك مستواك اتحسن بشكل كويس جدا. عندنا حاجة اسمها برضو بي فريندز ميرور، خليك صديق المرآة. ان انت بتسمع الجملة، بتسمعها بالتصوير بطيء، بعد كده بيسرعها شوية، بعد كده انت خالص بتحاول تقلدها، ان انت تبص قدام المراية وتحاول تتكلم. ده هيساعدك برضو في تحسين مستواك، تمام؟ لا تنسونا من دعوة بظهر الغيب، ولو عندك اي اسئلة اكتبها لنا في كومنتس وهنطلع نرد عليكم. باي.